أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أحداث متفردة. أنا على فكرة الحلقة دي سجلتها للأسف يمكن من الحلقات القليلة جدا اللي يحصل معايا عطل غبي جدا في المايك. أنا بعتذر جدا. حلقة حوالي 35 دقيقة بعد ما سجلتها كاملة ما خدتش بالي للأسف من أمر كده تقني كان لازم أخد بالي منه، فبعتذر جدا جدا جدا. أنا بسجلها كنت قبل ما انام فما كنتش مركز قوي في الجزئية دي. حبيت ان انا اتواصل معاكم في امر هام للغاية، فبعتذر جدا على رداءة الصوت. طبعا هيبقى صعب عليا جدا اسجلها مرة تانية، فانا استحملوني معلش. انا بعتذر، يمكن دي من الحلقات القليلة اللي هيبقى فيها الصوت مش حلو، رديء نسبيا، لكن هعمل كل جهدي انه يطلع بالشكل الامثل او الافضل بقدر الامكان طبعا. لكن طبعا مش هيطلع زي بالنقاء الكافي. هيبقى فيه بعد كده وهيبقى فيه نويز، يعني حاجات متداخلة شوية، سامحوني أنا بعتذر مرة تانية. لكن طبعا لأن الحلقة مهمة للغاية وفيها أمور مهمة جدا جدا، فحبيت طبعا يبقى صعب علينا أسجل المرة التانية، فأنا بعتذر لكم مرة أخرى. حبيت بس أنوه للأمر ده، وإن شاء الله هيتلافى تماما في الفترة اللي جاية إن شاء الله، وهاخد بالي. بعتذر لكم مرة تالتة، وتابعوني، حلقة مهمة للغاية، وأشوفكم إن شاء الله في حلقات مهمة جدا قادمة ومفاجآت مدوية. ونبدأ مع بعض الحلقة وأشوفكم على خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أحداث متفردة. النهاردة ما زلت معاكم يا جماعة في ما يخص ما يسمى أزمة أحمد زيزو بشكل عام، أو بشكل خاص أزمة تجديده مع الزمالك، وأزمة توقيعه و خلاص بقى، يعني بقى على قوة الأهلي زي ما بيقولوا، يعني بقى في قائمة الأهلي فعليا ولعب أول مباراة مع الأهلي. لكن تاني بكرر المرة التانية والتالتة والرابعة والعشرة والخمسين، يا جماعة أنا ما باخدش الأمر ده ك زي ما بيقولوا كده إيه، يعني زي ما هو، لأ، أنا باخده كمثل، ومش أي مثل مهم، مثل ساطع، مثل هو الأحدث من سلسلة ضخمة جدا جدا جدا. أنا هتكلم في اللي أنا عاصرته في إعلامي الموثق 10 سنين خلاص، يعني إن شاء الله بإذن الله بنتكلم في ما يقارب شهر تقريبا أو شهر وشوية، ونبقى 10 سنين كاملة طبعا. بس برضو أرجع تاني وأقول المسألة مش بالوقت ولا بالزمن ولا بالكلام ده، لا، المسألة بالمحتوى ثم المحتوى ثم المحتوى. تمام. فاللي بتكلم فيه دلوقتي ان هو ده متخذه مثل ل تخبط، ل هقول ايه يعني، ده كل ما هو في قاموس السلبيات والامور السيئه والامور الاقل من قال عليها ابعد ما تكون عن الرياضه تماما. بحب اكررها كتير جدا، حاجه اسمها بروتوكول الرياضه، اسس الرياضه. هقول ايه يا جماعه، دي يعني دي البنايه، الرياضه البنايه. كره القدم هي احدى العاب الرياضه او الالعاب الرياضيه. اولى الاسس للبنايه بتاعتها هي البروتوكول ده، الاسس دي بلا جدال. الفوز بشرف، اللعب النظيف زي ما بيسموه، احترام المنافس، تكافؤ الفرص، تهيئه الظروف الكامله للجميع، التعامل على قدم المساواة كاملة أو كاملة في كل حاجة وأولها، اللوائح والقوانين. كويس. عدم يعني المحاباة لطرف على حساب أطراف. وخلي كده كان الذكاء والله ده أنا ما بحضرش، أنتوا عارفين كويس جدا الكلام ده، ما بكتبش من ورا ولا بقرا سكريبتات ولا كلام من ده، إلا فقط في الأمور اللي بتكون فيها أرقام أنا مش متيقن منها، ومحتاج ان انا اجيبها بشكل مفصل وكامل عشان تكون نوع من الدليل او الشيء اللي انا بستوثق منه. لكن اي شيء بقوله واحمد ربنا واشكر فضله في رؤيتي، تقييماتي، تحليلاتي، توقعاتي، قرايتي لاي حدث ايا كان، بيبقى من الذاكره تمام. الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله، دي احد الفروق الخرافيه بيني وبين الاخرين. طيب، فده انا يعني في حاجات تانية كمان، اللي بقول لكم الحاجات اللي في ذاكرتي والاهم. فهرجع تاني واقول عشان بس الكلام ده اللي بيسمعني لاول مره، انا وضحته في الفيديوهات السابقه اني انا ماليش علاقه اهلي ولا زمالك ولا عشان بتكلم مثلا وعايز اقول مساند لطرف، يبقى معنى كده نظريه
نظريه اقول ايه يا جماعه، مش انا لفظ والله، نظريه العقل الصغير. انا ده احلى تسميه. العقليه والمخ الصغير للغايه، او مش الصغير، عايز اقول التافه والمنحدر تماما 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 لاي شخص هو اللي يفكر بالطريقه دي. اصل انت عشان مجرد ما انت قلت اصلي الطرف ده اللي على حق بس انت زملكاوي، لا الطرف التاني على حق بس انت اهلاوي، تمام؟ مفيش تاني، لان هو اهلاوي زملكاوي بس. ودي من كوارث على فكره، ومحدش بيذكرها نهائيا. لما حتى بيتكلموا على استحياء، ان من اكبر الكوارث يا جماعه هي الامر ده، ان مصر هي عباره عن اهلاوي وزملكاوي، والباقي سوري يعني قلتها كتير جدا، مجرد كومبارس. حتى مش سنيدة، انا كنت اوقات اقول سنيدة، لا ده دول كومبارس صامت بكل معاني الكلمه. طيب، فاللي بتكلم فيه عن كل ما يخص زيزو هو لاني بحب الرياضه المصريه، بحب الكره المصريه جدا، بحب اللعبه دي في الاساس من البدايه، لان عشان عملت الافضل منها 1000 مره، لكن لما خلاص يئست تماما انها تكون في افضل واكمل صوره ممكنه، ربنا خلقني كده بحب الشيء يتعمل في افضل صوره ممكنه، ودايما اجود، ودايما عايز الافضل، ودايما حتى اوصل ل 100%، عايز يبقى 105%، عايز يبقى 120%، عايز يبقى 200%. دايما ده دأبي الحمد لله، احمد ربنا اشكر فضله. ما اكتفيش ابدا 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 بافضل شيء، ودايما بحب الاحسن والاحسن، عشان في الاول وفي الاخر هو مش ليا، للجميع. وانا ما عندي المقدره والقدره ان انا اعمل ده، ما بتواناش ابدا عن ده، لان ربنا حباني بامكانيات وقدرات مش عشاني انا، عشان الكل. يبقى الف ب لازم ان انا افيد بيها الجميع، وبالتحديد اللي منوط بيهم الامر بلا جدال، تمام؟ فبكل بساطه، وفي السلبيات الساكت عن الحق شيطان من اخرس. في السلبيات او الازمات او المشاكل، خد بالك ان لا، انا مش مجرد بس ان انا اثير الامر، او ان انا افجر المشكله، او ان انا اول حد اقولها او اتابعها، لا ده انا كمان بدي لك الحلول الخرافيه، بدي لك الافكار والابتكارات المذهله بكل معاني الكلمه في كل جوانب الرياضه وكره القدم. ما سبتش شيء. النهارده انا هتكلم معاكم في، ما زلنا في الازمه اللي هي مجرد حبه في عقد، ودايما بحب جدا اكون اكرر الالفاظ دي جدا، عشان دايما التكرار بيخليك دايما الامر ساطع في عقلك، لان برضو من الامور البشعه والسلبيه للغايه والكارثيه فيما يسمى الاعلام، اللي هو مش علاقه بالاعلام اصلا في مصر، الاعلام الكروي بالتحديد، انه خلاص انت بتاخد الحاجه السخنه اللي على شغله الناس، وبعد كده طبعا بتعالجها بطريقه اقل ما يقال عليها مالهاش علاقه بالعلاج اصلا، ده انت بتزود الطين مبله زي ما بيقولوا، وفي الاخر تسيبها وتروح لغيرها. هادي انا لا نهائيا. فعشان كده بكرر لك كتير، عشان لا تفضل تفتكر النوع التاني ده لا بيسيبها، وبعدين يرجع لها تاني لما المصيبه تكبر اكتر وترجع بشكلها الاسوأ، لان هي ما اتعالجتش اصلا، ثم يسيبها وبعدين ترجع تاني باسوأ، لان هو ما عندوش حاجه يقولها، ما عندوش حاجه يعملها، هو فقط اللطلة، التوك شو، عرض الكلام مش اكتر. لكن حلول، قدرات، امكانيات، يقدر يغير شيء، يقدر يقول اي حاجه نهائيا. حتى الطرح نفسه بيكون كارثي، كارثي بمعنى الكلمه، خناقه، سويقه، يا اما كلام ملوش اي معنى وما تطلعش منه باي شيء مفيد. ارجع، اسف للاطاله في الامر ده. طيب، امر جديد، وانا بصراحه باثني على اللي فتح او وصل للي هقوله دلوقتي. كان ده مش جديد، قلته في الحلقه اللي فاتت، لكن باكده تاني، لان انا اول مره سمعته من احد الصحفيين المحسوبين على الزمالك، وليهم قناه اسمه صبحي عبد السلام. اتكلم على مساله انه في جزئيه مهمه جدا انا لفتت نظري ليها، وهو ليه كان هو اول حد قالها، يبقى هو طبعا لازم الحق بالحق لاصحابه، هو اول حد اثار النقطه دي مهمه جدا، كويس. لكن ان كان سمعها من حد يبقى برضه يروح الحق لاصحابه. الامر ببساطه بيتكلم في انا حتى وصفتها بالتدرجات الكارثيه وتناقضات يعني الفاضحه، وفي نفس الوقت فشل ذريع كالعاده. الاتحاد الكروي بقاله شهور معدوده، تمام، ومش هرجع تاني اقول توقعات من البدايه، يعني خلاص احنا اتفقنا على كده، مفيش حاجه الحمد لله. احمد ربنا اشكر فضله لما كان تماما تماما اجاز بكل معاني الكلمه، توقعي قبل الجميع، قدراتي قبل الجميع، وهكذا. امر ببساطه انه اتكلم على انه موضوع العقد، اللي هو طبعا ده شيء في لب الموضوع جدا جدا جدا، واثبات قوي جدا،
يا جماعة هل انتقال زيزو للأهلي صحيح أم باطل؟ فالزمالك طلع يقول باطل. تمام، ليه باطل؟ لأنه اللاعب انتقل في قبل نهاية عقده. أنا عشان أعيد لكم الكلام تاني اللي قلته في حلقة فاتت اللي بيتابع لأول مرة. طيب ليه أنت بتقول كده يا زمالك؟ لأنه ببساطة نهاية عقده 30/6. طيب رد عليه بعض الناس اللي هم في الشق القانوني ومش عارف ايه ايا كان بقى محسوبين على مين او مش محسوبين على حد، وطلعوا قالوا لا في طبعا اللي ايد الكلام ده في اللي قال لا. تمام، ده ودي دأبنا ان احنا سبحان الله يعني احنا في شيء فيه لغط او في بلبله او لخبطه بندخل على ما يسمى الاعلام اللي ملوش علاقه بالاعلام نطلع منه عندنا بلبله ولخبطه اكبر بكتير. فبعضهم قال وبعضهم قال لا ده ملوش علاقه، ده الموسم بينتهي بنهايه المسابقات المحليه. ماشي، يبقى المسابقات المحليه اخر مباراه فيها ايه؟ حسب برضو الكلام اللي قالوا اخر مباراه نهائي كاس مصر بيراميدز والزمالك او الزمالك وبيراميدز 5/6. تمام، يبقى مش 30/6. وفعلا بعدها مباشره حصل موضوع مش عارف ايه التوقيع والسفر لامريكا، وطلعت انا عملت الحلقه دي بقى بتاعتي انا الحمد لله، لفت النظر لنقطه مهمه للغايه تتعلق بالفيديو اللي طلع ما يسمى البرومو واللي اتعمل مباشره ثاني يوم، وطلعت اكدت وقلت ان الامر ده فيه امر غريب جدا. البرومو ده اتحط بعدها بفتره محدوده للغايه، والفتره دي ما تسمحش ابدا ان اللاعب يبدا يسجل البرومو او يصوره بمعنى اصح ثم يتعمل مونتاج ثم مش عارف القصص اللي بتتعمل في المجال الاعلامي ويروج كمان ويعمل المشاهدات دي كلها وانت لسه في نص اليوم. ازاي وامتى وفين؟ يعني بتيجي ازاي؟ وجبت لكم ان اللاعب كان في مطار دبي في نفس اليوم بالليل. حتى الاهلي عشان يتلافى النقطه دي اللي ممكن تيجي لزي حد زي حالاتي فخلى اللاعب اجل سفر علشان حتى لما يتقال ده ممكن يكون مثلا صور الساعه 1 بالليل بعد نهايه عقده بساعه مثلا، وبقى لما اتعمل المونتاج والكلام ده كله بتاع قول مثلا يتذاع 12 الظهر مثلا، واللاعب بقى ما ينامش ولا حاجه، ممكن ينام له شويه وبعد كده يطلع على المطار حاجات كده. طيب تعالى بقى للاقوى بكتير برضو بتاعتي انا الحمد لله. تسريب ظهر في بعض المواقع، اثبتوا مواقع مهمه مش مواقع تحت السلم، موقع زي المصري اليوم اكد ان في تسريب لنفس الفيديو البرومو ده اتعمل قبلها ب 48 ساعه، يعني قبل انتهاء عقد اللاعب اصلا بحوالي نقول يوم على الاقل. تمام، واثبتت النقطه دي بالادله الكامله. تمام يا جماعه كده. ثم بعد كده امر ده كمان مهم جدا، وقلت الامر ده سهل جدا الزمالك ياخده يحطه في ملف القضيه اللي هي ضد الزمالك وضد اللاعب. تمام، وبتثبت ان في تفاوض وتوقيع للعقد كمان مش تفاوض فقط تم بشكل غير صحيح وشكل غير قانوني في الفتره اللي اللاعب متعاقد فيها مع النادي. تمام كده لحد دلوقتي احنا كل ده بنتكلم ان كان فرضنا فعلا ان طبعا ما كانش عندي للاسف لان انا مش جوه بقى المطبخ ولا اعلامي جوه ولا ليا اصدقاء او كده، فما عنديش المعرفه بالقصص بتاعت لا مش عارف بتقول ايه ولا مش عارف ايه والكلام ده كله مش عندي. فانا اتكلمت على المعلن وجبت لكم اللي ما حدش قاله وقلت اكدتوا ان شوف الزمالك عنده كميه ادله رهيبه ان فرضنا اللاعب ينتهي عقده 5/6 زي ما بيتقال. الزمالك كده عنده باكج ادله، يبقى في الحاله دي عنده الادله بتاعتي اللي انا قلتها، موضوع البرومو زائد ان هو بيسعى كمان عشان يروح للسفاره الامريكيه يجيب ما يثبت ان اللاعب راح طلب التاشيره في فتره برضه كان متعاقد فيها اثناء تعاقده، فعايز يجيب ما يثبت انه طلبها عشان يسافر امريكا للالتحاق بالبعثه. وطبعا قلنا ده صعب جدا جدا جدا، وقلنا ان السفاره ما بتديش ابدا الامر ده الا فقط وزاره الخارجيه، والكلام ده اترد عليه فقلنا يبقى في صعوبه كبيره جدا. طيب عندك اهو دليل دامغ وقاطع وساطع كامل بالموضوع التسريب واللي موضح فيه مشهد او لقطه من نفس البرومو تمام للتسريب ده واللي اتعمل قبلها بحوالي 48 ساعه، يعني كان يوم 3 مثلا او يوم حتى 4. كويس، وعندك حته الجانب المنطقي اللي انا ذكرته تماما ازاي تسجل الكلام ده كله وينزل البرومو ويعمل المشاهدات دي كلها في ساعات معدوده، برضه دي موجوده. لكن تعالى بقى للاقوى كمان، فقال لك ايه بقى الكلام الجديد اللي انا برضو عملت حلقه امبارح عليه. فرضنا ان الكلام انه فعلا حكايه العقد ينتهي 5 زي ما اتقال مش 30. في هنا شقين مهمين جدا. الشق الاول يا جماعه انه اتقال حاجه دي في حد ذاتها ان كانت فعلا زي ما بيقولها صبحي عبد السلام تبقى
انا مش عندي للاسف، لو كانت عندي من البدايه كانت خلاص يعني. بص جبت كل اللي انا بقوله زي ما بيقولوا، ان الفيفا نفسها عامله لوائح. على فكره انا ذكرت الامر ده، فاكر كويس جدا في احدى الحلقات لما قلت انه بيقولوا هنا بانتهاء البطولات الخاصه بالدوله. فاستغربت، هو يعني طب هو الامر ده متساب لكل دوله هي اللي تحددها بنفسها؟ يعني معنى كده ان كل دوله تكلف بقى بطولاتها بمزاجها، ولا في وقت زمني الفيفا محدداه للعقود بشكل عام؟ بعدين قلت يمكن ده يكون ممكن احتمال، لان في طبعا بطولات في امريكا الجنوبيه زي ما احنا عارفين بتتلعب في الشتاء عادي، وبتتلعب في وقت لحد يمكن شهر 10 وشهر 11. صحيح الفيفا يتكلم في الامر ده، اعتقد انه ظبط الامر ده لانه عشان حكايه ارتباطه ببطولات قاريه وبطولات كؤوس عالم، فما ينفعش طبعا تبقى كاس عالم شغاله ويبقى في مباريات شغاله، فهو عامل الحته دي. بس قلت ممكن جدا يكون تتوقف البطولات فتره كاس العالم وتستكمل زي البطولات اللي هي زي ما قلنا المكسيك، امريكا الجنوبيه غالبيه بلدانها بتلعب حاجه اسمها الابرتورا والكراسورا، اللي بيتلعب زي الدور الاول والدور الثاني، بس بيقسموهم كبطولتين وبتتلعب في توقيتات مختلفه عشان حته الاجواء والكلام ده كله والحر الشديد. قلت يمكن مثلا، فعشان كده يعني ما حطيتش قوي في الامر ده في بالي بالذات اني جبت خلاص الادله المطلوبه يعني. يعني الزمالك عنده دليل دامغ موضوع البرومو وموضوع التسريب، فده خلاص ينهي الامر. لكن لما رجعوا قالوا ايه؟ قالوا الامر ده طيب خلاص يبقى في الحاله دي انت بتتكلم حضرتك وبتقول الموسم لحد البطولات ما تخلص. سبحان الله، طب ما تشوف الكلام اللي اتقال بتاع الفيفا ده. طيب انا ما كنتش اعرف عنه حاجه، فمسكت في نقطه مهمه جدا واثرها صبحي عبد السلام، او ما اعرفش هل حد قبله يعني قالها ولا هو اول حد، واثنيت طبعا على النقطه دي. ايه هي؟ ان في حاجه اسمها كاس السوبر يا جماعه، كاس السوبر المصري. وانا طبعا انا للاسف اللي فاكره منه كانت النسخه اللي فاتت اللي هو اتلعب باربعه فعلا، وكان منهم سيراميكا كليوباترا انا فاكر كويس جدا، وتابعت البطوله دي على استحياء شويه. كان اهلي وزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ما كانش خايف من الذاكره. تمام، بالظبط هم الاربعه دول. طبعا هنا كان سيراميك كليوباترا بيشارك كايه؟ كبطل كاس الرابطه. حلو جدا. طيب انت قلت البطولات بتخلص يوم 5/6، ليه؟ لانك قلت اخرنا كاس مصر. الله، طب كاس الرابطه اللي بتتلعب دي اللي كان لحد امبارح البطوله المباراه النهائيه والمباراه الثالث والرابع، وما اعرفش برضه بصراحه لحد دلوقتي الثالث والرابع دي اتلعبت ليه؟ ممكن يكون عشان جوائز ماليه لان ما لهمش حاجه يعني، مش هياخدوا حاجه اصلا، يعني مش هيشتركوا في اي حاجه بعد كده او تؤهل لحاجه. فحضرتك لعبت الثالث والرابع. طيب المهم لعبت كمان النهائي امبارح ده اللي هو يوم ايه يا فندم؟ 12 او 13 حاجه زي كده. انا بتكلم امبارح اللي هو مش الجمعه، لا الخميس، اقصد اول امبارح يبقى كده بما اننا دلوقتي بعد 12 بالليل. جميل جدا. طيب ازاي بقى حضرتك دي بطوله وديه وتؤهل لبطوله رسميه وبطوله مهمه تعتبر الثالثه في مصر اللي هي كاس السوبر واللي هي جوائز كبيره؟ دي نقطه مهمه جدا. عشان كده النهارده بقى، وقلت الكلام ده وضحته بالتفصيل، حصل بقى النهارده رد. صبحي عبد السلام طلع في فيديو انا حبيت اتابعه النهارده بالذات عشان انا كنت واثق انه هيتكلم في الامر ده. طلع وقال طبعا هم اللي عندهم بيبقى عندهم مصادر يعني وبيجيبوا الاخبار من جوه انا ما عنديش حته مصادر خبريه والكلام ده، انا بتكلم برؤيتي انا وقدراتي وامكانياتي انا، الحمد لله احمد ربنا اشكر فضله وبطلع الاصح والاصدق دايما. لكن يبقى عنده هو حاجه اسمها المعلومه الاسبق يعني، او بمعنى صح الخبر. فطلع قال ايه؟ قال ان في تراجع كبير جدا من اتحاد الكوره وهم ورابطه الانديه لانهم مشاركه مع بعض يعني، وقالوا لا ده خلاص في الحاله دي مش هينفع نشارك او نشرك بطل كاس الرابطه اللي هو سيراميكا كليوباترا بسبب النقطه دي. عشان عرفوا لقوا ان في اثاره كبيره جدا على السوشيال ميديا وعلى الاعلام في النقطه دي بالتحديد. ازاي انت بتقول كده وانت في نفس الوقت بتقول بطولاتي ما بتخلص، وانت سوري بتخلص 5 وانت بتشارك البطل بطوله وديه في بطوله رسميه اللي هي بتخلص يوم 12/6. فوقعوا في حزب زي ما بيقولوا اسقط في يدهم زي ما بيقولوا. طبعا بلا جدال يا جماعه الكلام ده محتاج تحقيقات شديده جدا جدا جدا، مش مجرد كلام كده يمر مرور الكرام في اعلام وكلام من ده، لا طبعا، لان الامور واضحه. ده انا هقول لك بقى حاجه اقوى وقالها صبحي عبد السلام وباكدها. حضرتك عليه دليل دامغ حتى لو انت تراجعت السنه دي وقلت مثلا يا جماعه كنا بنفكر نعملها ولا مش هنعملها، ده اسفين، ده كانت غلطه مننا فرجنا. طب انت عملتها السنه اللي فاتت، نفس الفريق ده سبحان الله سبحان الله، نفس الفريق ده
كان برضه بطل كاس الرابطه، بغض النظر نفس بقى جيمس، كان بطل كاس الرابطه بيشترك في البطوله. ده معناه ايه يا فندم؟ حد يقول لي ما هو اللوائح اتغيرت مثلا؟ لا ده ما حصلش. هتقولي كده لائحه السنه دي لائحه السنه دي، هتلاقي اللوائح هي ودي ان انت في الاول كنت هتشرك واعلنت الكلام ده، بعدين تراجعت بعد الايه؟ البروباجندا اللي حصلت في الاعلام واللي في احقيه كامله للزمالك. تمام؟ في نفس الوقت حضرتك لما اشركت السنه اللي فاتت ده خلاص بقى اسمه نظام للبطوله دي، ده نظام خلاص، فما ينفعش هتتراجع ولا تغير فيه السنه دي. طب على اساس ايه؟ ده انت اكتشفت دلوقتي نهايه البطولات بتاعتك هي دوري كاس مصر فقط، وان البطوله دي وديه، وكمان صبحي اكدها قال لك ان الاتحاد المصري اعلن، والعهد على الراوي اعلن ان بطوله الرابطه وديه. الامور دي كلها لازم يتم فيها محاسبه، يعني على اقوى ما يمكن، محاسبه كامله، اقلها اقاله اتحاد الكره بلا جدال، بلا جدال، لان ده كاذب على الراي العام، تدليس نفس ده كل ده بتكلم في ايه؟ في حته فقط اللخبطه دي. تعالى بقى لموضوع الزمالك ده موضوع كبير جدا، ده بقى يحتاج شق قضائي. ليه شق قضائي؟ مش قضائي رياضي يا جماعه، قضائي بره، لان انت هنا عملت تسهيل بالمخالفه للقوانين لتعاقد الاهلي مع اللاعب، وسهلت له كمان وغيرت في القوانين وطلعت عملت تصريحات اعلاميه غير صحيحه، وتحايلت على القوانين. لا ده مواويل كتير قوي يا جماعه، مواويل كتير جدا. تمام؟ فده امر اخر كمان. فالموضوع مش طبطبه ولا موضوع ترد او ما ترد، لا الموضوع فيه هنا لازم اجراءات قانونيه مش شقيه، قانون رياضي في مساله بقى المشكله بتاعت زيزو وغير زيزو والكلام ده كله، وقانون مدني، لان في امور لا لان انت حضرتك بتخسرت اموال ضخمه جدا للنادي اقل تقدير، كمان فيها غبن وظلم الفريق ومحاباه لفريق اخر وتسهيل امر غير صحيح وغير قانوني، كل الحاجات دي وحاجات اخرى، ثم بعد كده تدليس وكذب على الراي العام وحاجات كده. طيب الامور دي مهمه جدا. كمان نقطه مهمه للغايه طلع واكد فيها ان حكايه ان على مستوى العالم في حكايه 30/6 دي، انه ببساطه، وانا على فكره انا اول حد قلت موضوع 30/6 قبل صبحي. ليه؟ صبحي قالوا النهارده، لكن امبارح اتكلم في حكايه الرابطه وبطوله وديه. طب ازاي وديه واشترك في كاس السوبر؟ وبالمناسبه لا كده يبقى الامر على فكره انت هترجع تاني لنتائج، خلوا بالكم كاس السوبر هترجع لنتائج سيراميك كليوباترا، خلي بالك، وتبدا تستبعدها لان كده مشاركته في الاساس باطله، فهتستبعده تماما نتائجه من كاس السوبر. بطل كاس الرابطه تستبعده في النسخه اللي فاتت، وممكن النسخه اللي قبلها كمان لو كان اشترك. النقطه دي مهمه جدا، محدش التفتها، دي بقى بتاعتي انا اول حد بقولها. فخلي بالكم دي ممكن جدا تضيف بطوله للفريق، ممكن تسحب بطوله. الامر ده مهم للغايه يا جماعه. تمام؟ طيب فزي ما بقول تعالى بقى حكايه 30/6. اول حد اثرتها امبارح بموضوع الرجاء، عملت لكم مثلا على فكره موضوع الكسندر ارنولد، انا فاكر كويس جدا اتكلمت فيه ان الخبر بتاع اني اتذكر قلته في احداث اسبوعيه، الحلقه الاخرانيه اللي كانت حوالي يمكن 5-6 ايام، انه لما ريال مدريد هيدفع 10 مليون يورو او دولار لليفربول لشراء شهر من عقده. فاكر قلت الموضوع ده كان في سياق الحلقه. امبارح بقى جبت لكم بتوسع كبير جدا، خبر مهم غير قلت ده لازم يتضاف لقضيه الزمالك، وهيبقى قوي جدا، ان نادي الرجاء طلع المغربي طلع قال انه نفس القصه حسين الرحيمي اخو سفيان الرحيمي مشي بطريقه برضه غير قانونيه وتعاقد مع نادي العين الاماراتي عشان نفس القصه ويلحق يروح معاهم كاس العالم للانديه نفس القصه، وهو طلع قال الكلام ده ما كانش بموافقتنا، واللاعب استند لنفس القصه ان البطولات خلصت ويبقى كده عادي منتهي. طلع قال لا الكلام ده مش صحيح والبطولات انتهت 30/6 نفس الكلام بالظبط، واختصم اتحاد الكره وقال انه ده التصريح اللاعب اللي هو البطاقه الدوليه بشكل نفس الكلام بتسهيل بطريقه خاطئه بس طبعا الفرق ان ده عشان يلعب نادي بره المغرب فخد بطاقه دوليه. كويس لازم دي تتبهت، لكن طبعا من نادي مصري لمصري او نادي في نفس البلد نادي في نفس البلد ما بيستدعيش الامر ده خالص. كويس؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. فالحمد لله في الأمر ده كنت أول مرة أثرت الأمر ده، فاكر يعني قبل أي حد. ده برضو دليل دامغ قوي للغاية. طلع كده صبحي عبد السلام النهاردة الكذا كذا مثل، قال على موضوع الأكسندر أرنولد اللي أنا برضو قلته برضو في البداية قبل أي حد، وقال على موضوع كمان أحمد رمضان بيكهام. الأمر ده قال لك إزاي
النقطه دي مهمه جدا برضو. قال لك ازاي اصلا انت بتقول 30 6، ودي برضو قمه التدليس والتناقض الرهيب والتخبط. وسبحان الله يا جماعه، ما هو دايما بصوا، دايما اللي بيعمل او بيمشي في طريق بشكل يعني مش سوي، مش صحيح، فدايما الناس بتقع له هفوات كتير جدا. ده الطبيعي، ايا كان مين بقى وايا كان يعني عدده. فاللي حصل ايه، انه كمان الامر ده مهم جدا. ان انت حضرتك بتقول بطوله بتنتهي 30 6 سوري نهايه الدوري كاس اللي هو يوم 5، والعقود بتنتهي بالتبعيه بالشكل ده. ازاي احمد رمضان بيكهام راح الاهلي وبرضه كان بعد 5 6 بعد نهايه البطوله؟ لا، زي زيزو بالظبط، راح التحق بالاهلي بنفس الطريقه. فازاي بالعقل بالمنطق؟ الامر الثاني مش ده بس، ده بيقول لك ان في اعراض الفرقتين كانوا بيلعبوا امبارح في البطوله الوديه الغير معترف بيها الغير رسميه اللي ملهاش يعني اي حاجه في الدنيا. كان في كميه لاعبين، عدد يعني غير يعني كبير جدا في الفرقتين، وده امثله. فخر لقاي احرز الهدف الثاني، بوبو اللي احرز الهدف الاول اللي هو محمد رضا بوبو. تمام. وعلى فكره كان قال انه راح الزمالك مكسب كبير جدا جدا جدا. ده اكتشاف الحمد لله، احمد ربنا يشكر فضله. من اول لحظه شفته فيها قلت لا، ده يبقى حاجه جامده جدا. للاسف قويه مسيرته وانتقاله للبيراميدز كانت مؤثره للغايه سلبيا، واثرت جدا جدا. مكسب كبير. واقول لكم بصوا يا جماعه، اللي بيتكلم على امام عاشور انتظروا اللاعب ده يبقى نسخه افضل من امام عاشور، نسخه افضل 1000 مره كمان. وافضل 1000 مره ليه؟ لان عقليته مختلفه، امكانياته رائعه، امكانياته مميزه جدا، مهاره، امكانيات فنيه. على فكره ده نسخه من وليد الكارتي. اذا ما كان عايز وليد الكارتي، انا بقول لك ده احسن وليد الكارتي حاليا. وليد الكارتي متراجع سنا اكبر، كبر يعني، ما بقاش اللاعب اللي كان في الفتره بتاعت الوداد وبعدها اول سنه او سنتين في البيراميدز. لا، ما عجبنيش خالص السنه دي. رضا بوبو اتفرج عليه، حركيه، لا عنده دي ميزه رائعه فيه، الحركيه، ودي بتميز امام عاشور على فكره، مع المهاره، مع الامكانيات الفنيه. بيلعب صانع لعب على فكره، بيأدي بشكل جيد، عنده اللمسه، عنده العين الجيده، توزيع اللعب بشكل جيد، عنده المهاره. الحاجات دي متفوق فيها على امام عاشور على فكره. حركيه شبيهه جدا بيه. كمان المتفوق فيه عقليته، متفوق اكتر. كمان التسديدات، رائع في التسديدات. تمام. وهيبان جدا اللاعب ده، ودقتها كمان. في نفس الوقت تكملته حلوه قوي على المرمى، برضه بتفوق على امام عاشور. امام عاشور تكملته على المرمى مش عاليه جدا على فكره، هو بياخد اماكن جيده لكن تكملته مش عاليه. الولد ده لا، الولد ده امهر، اتفرجوا هتشوفوا والايام بينا، بس ياخد فرصته الحقيقيه، وبالذات انه يبقى جنب لاعب زي محمد شحاته وتد في وسط الملعب، وهو مش هياخد مهام دفاعيه مهمه للغايه. سيبه حر زي امام عاشور، اتفرج عليه واتفرج عليه بمعنى الكلمه. طيب، فالمهم فادي رضا بوبو وفخر لقاي، وكمان بيتكلموا على الناحيه الثانيه كان في اكتر من ابو اسلام عيسى كمان. انت اللي كانوا هم المؤثرين امبارح، وزلاكا، الاربعه معارين يا جماعه اللي جابوا البطوله امبارح وغيرهم، لكن دول بالذات. وتعالى في الناحيه الثانيه كان في اكتر من لاعب منهم سيد نيمار وغيره.